عمرو اديب في البودكاست بتاعه فضل في حلقات كتير قوي يقول انا ما بقتنعش بالدكاتره النفسيين، انا ما بقتنعش باللايف كوتشز، انا الحاجات دي ما بقتنعش بيها ولا يمكن اجربها في حياتي. طب هل ده طبيعي؟ طبيعي ان شخص مشهور وعلى قدر من العلم وعنده خبره اكيد كبيره في الحياه ان يبقى تفكيره بالشكل ده؟ للاسف اكتر من 70% من الرجال المصريين بيرفضوا ان هم يلجأوا للدعم النفسي او ان يرجعوا لكوتش او غيره، واقل من 30% فقط من الرجال هم اللي بيلجأوا لده. ولازم تعرفوا ان اكتر من 20% منهم مزقوقين، يعني مراته قايله له لا اما هنتطلق لا اما تروح لدكتور او تروح لكوتش. واللي احنا لازم نعرفه ان الاشخاص اللي بتبقى رايحه مضغوط عليها لكوتش او معالج او دكتور بنسبه 70% بتفشل الخطه لان هو غير مهتم ومش مستعد يعترف بالمشكله ومش عايز يحط اي ايفورت في ان هو يتحسن. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو في علاقه مع شخص باين من الاول وانتم متصاحبين او انتم مخطوبين ان هو شخص صعب التعامل معاه، عنده عيوب، وانت بتقعدي تقولي يمكن بكره يتغير، لا هو مفيش حد هيتغير، ولو اتغير هيتغير للأسوأ. اللي انت لازم تعرفيه ان لو من الاول باين ان عنده عيوب، العيوب دي غير مريحه بالنسبه لك، اجري. ليه؟ لان هو حتى يوم ما يحصل اكبر المشاكل وانت تنهاري نفسيا وغيره عمره ما هيرجع لكوتش او معالج او دكتور يعالج المشاكل اللي عنده، اللي هو فعلا طلع عنده مشاكل نفسيه او عقليه او غيره. فانت كده بتدخلي نفسك في طريق للاسف مش هيبقى نهايته ايجابيه. فمن الاول لو العيوب والعادات بتاعته بالنسبه لك مقبوله بنكمل، لو من الاول الحاجات مش مقبوله بلاش فكره بكره هيتغير. ليه؟ وانت هتبقي حكمتي على نفسك وعلى اولادك لو خلفتي منه حياة صعبة جدا.